هل استخدام الثوم والبصل ضروري جدا في تربية الفراخ البيضاء؟ طيب وإذا كان ضروري نستخدمهم، ما هي الجرعة المناسبة والوقت المناسب أثناء الدورة علشان تحصل على مميزات البصل والثوم؟ النقطة الثانية في حلقتنا النهاردة، هل فعلا البصل والثوم بيمنعوا الفيروسات إن هي تصيب الفراخ أو تصيب عنبرك بالفيروسات؟ كل دي أسئلة ومعلومات جميلة هنعرفها مع بعض النهاردة، لكن ما تنساش قبل ما نبدأ تنزل حالا في التعليقات تصلي على حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، شرفنا بالاشتراك في القناة علشان يصلك كل جديد، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. دراسات كتيرة بتتكلم عن أهمية البصل والثوم في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم وفوائد كتيرة جدا خصوصا في البشر، لكن ما عنديش أو تحت إيدي دراسات كافية عن فوائد البصل والثوم بالنسبة للدجاج إلا في نقطتين اتنين فقط. أول نقطة يا شباب إن الثوم فيه مضاد حيوي طبيعي، يعني مضاد حيوي ربنا خلقه جوه فص الثوم اسمه ألايسين، بيشتغل كمضاد حيوي ضد البكتيريا الضارة في جسم الطائر، لكن في حالة الوقاية فقط. ما ينفعش ان انت تعتمد عليه اعتماد كامل في حالة ما يكون في عندك مشكلة ونافق وكلام زي كده. احنا عارفين ان التربية المنزلية او الناس اللي بتحب الفراخ الاورجانيك اللي هي مش واخدة مضادات حيوية كتير بيكونوا محتاجين حاجة بديل للمضاد الحيوي، فافضل بديل تقدر تستخدمه للمضاد الحيوي خصوصا لو انت بتربي في تربية منزلية ويهمك طعم وجودة الفراخ انك تستخدم الثوم بدل ما تشتري مضادات حيويه كتير من الصيدليه. النقطه الثانيه يا شباب ان الثوم بيستخدم كرافع مناعه، لكن خد بالك رافع مناعه جنرال عامه، ما هواش رافع مناعه ضد نيوكاسل. مفيش حاجه اسمها رافع مناعه ضد نيوكاسل او رافع مناعه ضد الجمبورو، او ساعات كده بتلاقي في الصيدليات بعض الشركات يقول لك رافع مناعه فيروسي. مفيش حاجه اسمها رافع مناعه فيروسي. انت حضرتك لو مش محصن كويس وجالك فيروس زي النيوكاسل، والله لو جبت فدان توم وحطيته للفراخ برضه مش هيجيب نتيجه، لان موضوع الفيروسات ما بيعالجهاش الا التحصينات. بالنسبه للبصل نفس الكلام اللي قلناه في الثوم، ولكن البصل بيستخدم بشكل اكبر كمطهر معوي. حتى في الانسان لما الواحد بيكون واكل فسيخ او واكل اكله مش تمام بيحط معاها بصلايه كده تعمل كمطهر معوي في الامعاء. كذلك الدواجن تقدر انك تستخدم البصل كمطهر معوي. السؤال هنا او النقطه المهمه اللي عايزين نتكلم فيها، طيب ما هو الوقت المناسب لاستخدام البصل والثوم والجرعه المناسبه؟ بالنسبه للجرعه المناسبه، بما ان الثوم والبصل ليسوا مواد كيميائيه فانت عندك مساحه امنه تستخدم كميه اللي انت عايزها، المهم ان هي تكون كميه في المعقول يعني. لكن الوقت المناسب ده اللي يهمنا. الوقت المناسب انك تحط بصل وثوم هو الوقت اللي بيتكاثر فيه النشاط البكتيري، ولو لاحظت حضرتك بتلاقي النشاط البكتيري بيظهر غالبا في اول الاسبوع الثاني، يعني بعد تحصينة الجمبور عمر 7 ايام كده تبص تلاقي عمر 8 و9 و10 المنطقه دي فيها اسهال بني، كوليستيريديا بتنشط. اذا اقدر استخدم الثوم والبصل عمر 8 و9 و10. نفس الكلام بعد تحصينة الجمبورو بتبص تلاقي برضه عمر 15 و16 و17 في بعض الاسهالات البني، او ممكن يحصل نشاط بكتيري بسبب رد فعل التحصين، فتقدر ان انت برضه تحط بصل وثوم عمر 15 و16 و17. عامة في حالة ما تحس ان في اسهالات ونشاط بكتيري تقدر ان انت تحط البصل والثوم، او على مدار الدورة في اي وقت انت ما عندكش مشكلة. لكن لو رجعنا للسؤال في اول الحلقة، هل ينفع ان الدورة تنجح من غير بصل وثوم؟ طبعا ينفع، مفيش اي مشكله. ناس كتيره مطلعه فراخ 3 كيلو من غير بصل وثوم، وبرضه برجع واقول لك الثوم والبصل كويسين جدا خصوصا لو حضرتك بتربي تربيه منزليه او مهتم ان يكون الفراخ طعمها كويس، فراخ اورجانيك مش واخده مضادات حيويه، انت عايز تقدم لنفسك ولاطفالك ولاسرتك فراخ بيضه ما فيهاش مضادات حيويه كتير، طعمها جميل وما كلفتش نفسك فلوس على بند الادويه والمضادات الحيويه. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.